حدث مهم قبل أيام نريد نعلق عليه. سمعتم أيها الأحبة ورأيتم ما جرى في البصرة من تحرش مجموعة من الأوباش بفتاة صغيرة. احنا كمتدينين حسينيين شلون نتعامل مع هذا الحدث؟ احنا كأناس مرتبطين بالله شلون نستفيد من هذه الحادثة؟ شلون نتعامل وياها وناخذ من عندها عبرة؟ أولا بدأت تسمع كلمات غريبة. مثلا واحد يقول هم ذولا اللي يجون بزيارة الأربعين، هم نفسهم ذولا. واحد من الناس معلق يقول من هاليوم ما استضيف زاير مشي من البصرة لأن هم ذولا. أولا ذولا كم نسبتهم بالقياس إلى البصرة؟ كم نسبتهم؟ يمكن بهم 200، هم أقل، بس خلينا نقول 200، يعني بالقياس إلى البصرة بوينت أقل من 1% أخوان. البصرة بها 4 ملايين أو كذا. شلون تعمم الفكرة على هاي الناس المساكين؟ هاي أولا. 2، زوار الحسين احنا شفناهم، الزائرات يمشن مئات الكيلومترات ما حد يتحرش بهم ولا واحد يعتدى عليه. هم ذول خدام الحسين. هاي بيوتنا تنفتح تدخلها نساء ورجال، برانياتنا وبيوتنا وغرفنا بها زائرات. هل سمعتم أن أحدا اعتدى على زائر؟ هو هذا المجتمع الحسيني الذي أنت تقول والله بعد ما استضيفهم. رأينا أن كربلاء تموج أفواجا وأفواجا، ما سمعنا أن مجموعة من 3 نفرات احتوشوا امرأة فتحرشوا بها، أبدا ما شفنا ذلك. هذا المجتمع الحسيني هو هذا. أنت تريد تعمم شيء وتدخله في القضايا الحسينية، أنت مشتبه ورايح بعيد. هذا أولا. ثانيا، سمعت واحد من المعلقين يقول هذا بسبب الكبت الذي يقع به الشباب. شنو تقصد بالكبت؟ إذا تقصد الكبت يعني الالتزام، هاي وليداتنا الملتزمة، وليداتنا الملتزمة بليلة رأس السنة اللي بين الحرمين، اللي بحرم الحسين، اللي بأمير المؤمنين، اللي بمسجد الكوفة، اللي بمسجد السهلة، واللي بالمجالس اللي صارت في ليلة رأس السنة، مجالس عبادية الناس توجهت إلى الله. أنا اللي أتكلم لك كان عندي مجلس ليلة رأس السنة، صعدت المنبر ب12 إلا ثلث. احنا على المنبر صارت هاي الطقاقيات والشباب، المجلس والله مليان وبرد والناس برا قاعدة، الشباب من صارت الساعة 12 صاحوا لبيك يا حسين. أنا هذا اللي حاضر المجلس. هم ذول شباب الالتزام. إذا تقول الالتزام يعني إذا الكبت هو الالتزام، هذول الملتزمين وليداتنا الملتزمين، لا تحرشوا لا اعتدوا ولا سووا. أما إذا تقصد بالكبت الضغط وخلوهم براحتهم، ما خليتوهم براحتهم وشفنا اللي صار. هم ذول اللي بالكورنيش خليناهم براحتهم يولا. هو شنو نتيجة الكبت؟ يعني خلوهم براحتهم، يلا خليناهم براحتهم. شنو اللي صار لما خليناهم براحتهم؟ هو هذا اللي صار، اللي شفته صار في الكورنيش. يعني أنت تقول خلوهم براحتهم متحللين، اللي يريد ديانة إبراهيمية خيصير، اللي يريد شذوذ خيصير، وبعدين من تصير مشكلة شو تقول؟ هذا هو الكبت. بابا هذا التحلل وليس الكبت. ثالثا، إذا ردنا نحلل ما جرى بتحليل علمي مستند إلى الواقع، اسمع مني ذن الكلمات حتى لا يقولون المنبر وين والعمائم وين، لأن تسمعهم نفسهم، هم ذول نفسهم اللي لما المعمم يعترض على فد ظاهرة يقولون ليش دخل المعمم، نفسهم يقولون وين المعممين، أين المعممون، نفسهم هم ذول نفسهم. أولا، عشرات البرامج السياسية في قنواتنا الفضائية بيها إعلاميات كاشفات ومستهترات. تلقى إعلامية تناقش لك موضوع الرواتب والأزمة المالية وهي كاشفة عن مفاتنها. شنو هذا، مقصود لو ما مقصود؟ شنو إعلامية تناقش موضوع حساس بالمجتمع كاشفة عن مفاتن؟ هذا أولا. 2، عشرات برامج الشعر تقدمها بنات
ومحتويات وجعاه وكأنها تتغنج أمام الناس، وأنتم تشوفوها بمواقع التواصل الاجتماعي، عبارات غنج وميوعة وإيحاءات في الشعر موجودة بمواقع التواصل ومشاهداتها بالملايين. هاي وين تروح؟ هاي تصنع لك جيل عنده حالة من الإثارة. بعد أحكي بعد 3 مسلسلات شهر رمضان اللي هو مفروض عبادة، تلقاها سوالف منا ومنا، بحيث عصابة مال النساء وخيانات وإيحاء. ما نريد ندخل بالعمق، احنا على المنبر. موجودة ولا؟ هذا شهر رمضان وجايك، وترقب المسلسلات اللي راح يقدموها بشهر رمضان. شنو؟ عن الأخلاق والآداب وعن الاستهتار والخيانات. هذا وين يروح النتاج غير بالأدمغة مال الشباب؟ بعد 4 حتى على مستوى التيك توك والإعلانات عشرات النماذج البائسة تطلع، ما أعرف شو تقدم مواقع التواصل الاجتماعي، زوج وزوجته طلقها وعافته وراح وإجا وخانها ومدري إيش. محلات معروفة الآن في بغداد، آسف على هاي الكلمة بس أقولها، مراهقات دا يقدم الملابس، مراهقات يعني بنية عمرها 11 سنة و12 سنة يقدمونها بملابس فاضحة للناس. زين هذا ما يثير الناس؟ ما يثير الجيل هذا؟ بعد 5 واحدة من المشاكل اللي صارت في هذه الفترة التي نحن نعيشها هو وجود كمية من البرامج الهدامة للأب والعمام والعقال والقدوة وشيخ العشيرة. بكل راح أسأل، عندنا برامج تلفزيونية تحشيشية صار من تقريبا 12 سنة، عافوا لهم معلم ما حششوا عليه، عافوا لهم شيخ عشيرة ما استهتروا عليه، عافوا لهم عقال ما تنمروا عليه، تنمروا على المعلم وعلى الفقير وعلى العمامة وعلى شيخ العشيرة وعلى الخير وعلى الزين وعلى المدري ايش. زين بروح بيك إذا أنت ببرامجك تهدم للأب وتهدم للعمامة وتهدم للعقال، وبعدين تقول وين العمامة عن التأثير بالشباب؟ وين العقال؟ وين الأب؟ وين المعلم؟ ما هو أنت يا البعيد على مدى سنين طويلة مزقت هذه الرمزية في نفوس الأجيال القادمة، وبعدين تقول والله ليش ما يسمعون الكلام؟ مالكم خلق، وأنا هم ما أريدك تسويها. إذا إلك خلق تراجع برامج ولاية بطيخ وأمثالها، بس سنة واحدة راجع أشوف أكو رمز ما استهزأوا بي. أنت جاوبني. مو طلعوا مدير المدرسة طلعوه يهان أمام شخص كبير بالعشيرة؟ مو طلعوا الإنسان رجل الدين يلبسوه غترة بيضة وسبحة ويستهزئ ويستخف بالنساء ويسوي سوالف مو زينة؟ مو طلعوا المتدين لحيته الجميلة وطقعة بقصته سموها تشوية ما يسموها سيماء، بحيث أنت لما نشوف لك واحد لا عند الحية وعند سيماء الصالحين بجبينه قول هذا شي يطلع غشاش، بحيث يطلع لك الإنسان اللي يشرب خمر أبو غيرة ويطلع لك المخوش آدمي، بينما المتدين ايش تعرف عنهم ذولا؟ ايش تدري بيهم ذولا؟ لذلك لما توصل القضية إلى هذا المستوى لابد أن نراجع أنفسنا، مو نظل نحكي على الدين ونرجع للمربع الأول. التحرش أمر محرم جزما قطعا عزما، ومن فعلوا هذه الفعلة ينبغي أن تجرى بهم أقصى أنواع العقوبة، بس لا تأخذ القصة مستقطعة حتى نعالج المشكلة. لذلك احنا اذا نريد حل شو نسوي؟ احنا هسه الموجودين احنا الموجودين واللي يسمعونا اللي راح يوصلهم صوت، احنا اذا نريد نعالج هاي المشكله شو نسوي؟ اكو فتح الكل سهل بسيط جدا، 5 نقاط. اولا خلينا نبدا بابنائنا، نقعد ويا اولادي، انا اقعد ويا اولادي اقول له بابا لا تتنمر على خيتك، لا تتنمر على اخيك اخواني، لان التنمر صارت صفه عامه بالمجتمع بصراحه. اصلا الما يحشش على الناس يقولون عنه هذا قافل معقد.
بابا بعض الناس تريد التحشيش حتى على المنبر، يقول لك هذا معقد، هذا الخطيب معقد، لا يجيب نكته لا يحشش. اثنين، لا تقلل من قيمة البنت بالبيت حتى ما تحتاج تاخذ قيمتها من برا. هاي البنية لما أبوها يشوفها زهرة البيت، وأمها تشوفها وردة البيت، وأخوها يشوفها درة البيت، هاي بعد ما تحتاج تروح للكورنيش حتى تقدم ورد حتى الناس تشكرها، تروح تقدم ورد لأبيها وأمها، ما تحتاج تروح مدري وين. ثلاثة، لا نعود أبنائنا على القسوة والغلظة، اللي يطقك طقه واللي يطقك طابوقه فشخه والمعلم مدري كذا، لا، خلينا نعلمهم على الهدوء، على الأدب، على السماحة، على البساطة. أربعة، خلينا نعلم وليداتنا على النظام. وأنا جاي أمس إلى البيت في النجف، كنت في محافظة أخرى، وأنا جاي قطعة مكتوب عليها شارع العلامة الشيخ باقر شريف القرشي. شقد حلوة هاي القطعة، خضرة جميلة، مكسرة القطعة. ليش مكسرة؟ طبعا واللي كسرها مو يدري بهذا الشيخ منو كذا، بس احنا صار عندنا في الظاهرة عجيبة، اي شيء بالشارع ابنائنا ما يتعاملون وياه كأنه ملكهم. انا هسه اخذ ابني، هذا ابني اخذه، يقول له قوم وليدي تعال خلينا نتمشى، اباوع اقول له شوف هاي القطعة، هاي القطعة مكتوب عليها شارع مثلا حي المكرمة، شارع العسكري، مثلا تشوفه عسكري مدارس، قال لي بابا شفتها، اقول له هاي مقدسة لان هاي ملك عام، دير بالك تجيس، يعني مثل قطعة مسجد وقطعة حسينية، انتبه بابا. حتى وليداتنا يتعلمون، اخواني وليداتنا الان سباعية عندهم، اذا ضرب القطعة بمداسة او ضرب قطعة ضوئية في الطابوقة او ضرب الجامة مالت المدرسة، المنبر ما يعلم هاي الامور، انت تعلمه واني اعلمه. يعني هذا وليدي لما اقول له بابا اذا شفت لك بنية غض طرفك عنها، مو اللهم اجعلها في عيني بقرة حتى ارجمها، يعني مثلا اجعلها في عيني بقرة. إذا شفت لك بنية مثلا ما محترمة نفسها بالحجاب، أنت احترم نفسك بغض البصر، لا تروح تعتدي على الناس، عيب. والنقطة الأخيرة، لا نعزل وليداتنا عن الدين والقيم والعلم، بل الثلاثة. ابنك إذا علمت على العلم ما عنده فراغ للأشياء المنا ومنا. ازرع بابنك طموح، قل له بابا إن شاء الله أنت طبيب، مو لما يجيني ابني يقول لي بابا بدي اصير طبيب اقول له قعد وقت الصلاه الصبح ما تقعد، هذا بعد ما يصير براسه خير للاسف. مثلا ابني يجي يقول لي بابا اريد اصير ضابط، اقول له احسنت يلا شد حيلك. ابني يريد يصير مخترع، احسنت يلا بطل. الابن من يتعلم على العلم يثقل، ما يصير خفيف بالتصرفات. وعلم على القيم، العيب والمستحى والقيم والجوارين وحدود، وأشياء إلك وأشياء مو إلك، وعلم على الحرام والحلال، هذا جائز وهذا مو جائز. لذلك من نجي ونحلل ما جرى في البصرة لازم نحلله بهذه الطريقة حتى نطلع بنتيجة، لأن هذا سيتكرر. لما تقول يابا والله والعباس احنا ضد هاي الظاهرة، بس بنفس الوقت ضد ان تطلع البنات الى الكورنيشات في ليلة رأس السنة، من تقول هيك يقول انت اذا مع التحرش. ماكو ربط بين الامور يا بشر يا بعيد. من اقول لك المجتمع شوي محتقن، يراد له شوي واحد يدير باله ويداريه، مو معناها اقول لك انا مؤيد لهذه الظاهرة. من الذي يؤيد هذه الظاهرة؟ بابا احنا ملتومين من قضية اعتداء الرجال على النساء، احنا الشيعة ما عندنا هاي، لان احنا ملتومين بكربلاء. المجتمع اللي يقرأ قصة اعتداء هذا الجيش على هاي النساء الطاهرات وحرق الخيام، شلون يتجرأ على بنات الناس؟ احنا ما نسويها، بس احنا جايين نقول للإنسان رحم الله امرئ حمى نفسه من أي بلية تجري.